ايه، وشو اخذت بعدين؟ أخذت مبرومة حقها 15,000 ليرة بابوشتك. وعطتك حقها؟ هي اجت بدها تعطيني حقها، بس أنا ما خليتها تمد إيدها على جزدانة منوب. قلت لها علي الطلاق مرت عمي، علي الطلاق ما بتطالعي شيء. قامت هي خافت عليكي إني طلقك، ما مدت إيدها على جزدانة منوب. ايه تمسخر، لقلك تمسخر. اهلك ياخذوا ببلاش معلش مسموح، اما امي لا. على كل حال انا كنت ناوي اهديها اياها بعيد الام. سوسن، مشان الله، مشان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، مشان الملائكة والأنبياء، شو رأيك نغير شغلة الصياغة؟ لك ما بيكون أحسن؟ يا ريت، بس شو بدك تشتغل؟ ولك يا ستي خلينا نبيع المحل بالأول، بعدين بنفكر شو بدنا نشتغل. طيب شو رأيك تفتح سوبر ماركت؟ سوبر ماركت؟ قومي 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 غلي لنا قهوة، قومي، حاكم صار راسي قد الطبل. سوبر ماركت تأمر. وينك؟ إذا سألك الموظف قديش فرغت لي المحلات قل له ب 900,000. ليش بقى؟ لك منشان مصلحتك قل له ب 500,000 ليرة. لا حبيبي أنا ما بكذب، العقد مكتوب فيه 900,000. اصطفل، أنا نبهتك وأنت حر. يعطيك العافية يا أخ. اهلين وسهلين. دخيل عينك، أنا كان عندي محل صغير وفرغته للأخ، وحابب إنك مفهوم. تسلم لي، شو ذكي وفهمان شغلك على المظبوط، بتلقطها وهي طايرة. وبقديش فرغتوا المحل؟ والله ب 900,000، وهي العقد، تفضل شوف. المحل محل شو؟ محل صياغة صغير. ولو انه المحل بيسوى اكثر، بس مبين عليكم الناس اوادم، وانا راح اعتمد المبلغ اللي فرغته على اساسه. يا كريم، اذا انا 900,000 ندفع عليهم منضف من ضريبة مجهود حربي. مفهوم منهم ضريبة زفت، ضريبة حدائق عامة، طرقات، شرفية. تفضل اخي، ادفع لي هون على الصندوق لبين ما بلش معاملة المشتري. ولي 60,000 ليرة؟ ولشو هدول؟ شلون لشو؟ انت ما فرغت محلك 900,000 ليرة؟ وإذا يعني؟ ال60,000 ليرة ضريبة عليهم. ضريبة شو؟ شه، اما انك غشيم، شو ضريبة شو؟ هي ضريبة فراغ. ايوه مزبوط، فراغ. هلا فهمت عليك. لك مو قلت لك قل له ب 500,000؟ ما كنت دفعت كل هالقد. مشان الله انت خليك ساكت لنعرف من الاخ شو قصة الضريبة. شو بدك تفهم لتفهم؟ الشغلة واضحة مثل عين الشمس. انت وقت اشتريت محلك كان سعره كذا،
وهلا وقت فرغت محلك سعره كذا، يعني ربحت فيه كتير، يعني حرام تدفع للدولة 60,000 ليرة. صحيح، بس يا ريت يكون حكيك مزبوط وكون ربحان بالمحل. وقتها كنت دفعت للدولة بدال 60,000 100,000، بس أنا بايع المحل بخسارة. تفضل شوف، تفضل شوف، هي عقد شراء المحل اشتريته من شهرين ب1,000,000 ليرة. تفضل اقرا هون، اقرا، هي عقد بيع نفس المحل ب900,000 ليرة. اقرا يا حبيبي، الله يخلي لي اياك، اقرا هون هون. وانت مين جبرك تبيع بخسارة؟ اسمعوا على الحكي، اسمعوا. ولك اخي انا فتحت محل صياغه وما توفقت فيه وبعته بخساره. حدا قال له عندي شيء لعم على القصه؟ ايه. اخي لا تعصب علينا، خلينا رايقين، الله يرضى عليك. ها ولك اخي بس بدي افهم، لشو تدفعوني 60,000 ليره ضريبه فروغ؟ المفروض تدفعوا لي انتو ضريبه خساره، مو تاخذوا مني. انا ما دخلني يا اخي، التعليمات اللي عندي ما بتفرق بين ربحان وخسران، كل واحد بده يفرغ محله او بيته او اي شيء بده يدفع ضريبه فراغ. اذا ما عجبك هي مدير الماليه، روح لعنده يا اخي، بجوز يعفيك من كل الضريبه، لا تنفذ عليه. ايه ما عجبني وبدي اروح لعند مدير الماليه بالذات. ليكو على الحكي فاضي، ليكو تزرني هون انت الثاني، راجع لك. ممكن اعرف ليش عم تضحكوا سيدي؟ ولا على قولة المثل شر البلية ما يضحك؟ لا، بس قبل ما تدخل مكتبي كان عندي مواطن له مشكلة شبيهة بمشكلتك. مرته عندها محل ورثته عن أبوها، عملت عقد إيجار لجوزها مشان يفتحوا محل حلويات ويطالع رخصة له. المالية يعني نحن عم نطالب المرأة بضريبة فروخ مع انه هي ما قطت شيء. بقى نحمد ربك انت قبضت. هلا هذا اللي طلع معك؟ صدقني ما بيطلع بايدي شيء، التعليمات عنا واضحة وصريحة، والضريبة بدها تندفع، ما في مجال. بس أنا ممكن ساعدك وخليك تدفع هلا جزء من الضريبة، يعني شي 10,000 مشان ما تأخر المعاملة للمشتري، وبعدين أنا ببقى بطالع كشف للمحل وبخليهم يراعوك شوي ولا يهمك. وبينزلوا لك الضريبة كمان شي 4-5,000 على عيني. كتر خيرك والله على هالمساعدة. الحقيقة انك غمرتني بعطفك ومالك سئلة منوب، ايه وربي يشهد. يا ريت كان بيطلع بإيدي أخدمك أكثر من هيك، ما كنت قصرت. شريف، ايه راضي، وبعدين شو صار؟ لا بعدين ولا قبلين. طلعت من عند مدير المالية ودفعت الضريبة وأنا عم بضحك وبلعب كمان. يلا سيدي ماشي الحال، ان شاء الله الله بيرزقك بمحل احسن منه. التوبة التوبة على 7 قبل. ما عاد بدي شغلة المحلات منوب، ما بدي افتح محل، حرمت وربي يشهد. لكن شو بدك تشتغل؟ بالتجارة، استيراد وتصدير. ايه بس هدول بدهم مكتب. شو علي بعمل المكتب عندي هون بالبيت؟ حدا اخو مرائي شي كمان؟ المهم راضي، قيمني من سيرة المكتب والشغل. قوم طلعني مشوار، حاسة صدري طابق علي، قوم. وانا كمان لازمني اشم شوية هوا. امشي. شو وين سيارتنا؟ عم تسألني إلي مو كانت معك؟ ايه مزبوط، كانت معي ولما اجيت صفيتها هون قدام البيت وطلعت. لا تكون انسرقت؟ يا حبيبي لا تقولي يا انا انسرقت، قال يا حبيب قلبي. وين لك؟ شو بعرفني؟ امشي لقلك، خلينا نخبي. الو، اهلين ماما. لا ما صار شي، لهلا ما التقيت. إرادي صار له شهر رايح جاي لعند الشرطة ولهلا ما لقوها. يا ستي أنا فقدت الأمل نهائيا. إيه لا، لو بدها تلتقى كانت التقيت. شو بدنا نساوي؟ حظنا هيك. ماشي الحال ماما.
الله معك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طمني، شو صار معك؟ التقيت السيارة. التقيت؟ الله يبشرك بالخير، وين التقيت؟ إيه لا تفرحي كتير، لا تفرحي. التقيت محروقة بالصحراء. وشو أخذها على الصحراء وحرقها؟ على هوا تحليل الشرطة أكيد شي عصابة تهريب، سرقوا السيارة وهربوا فيها شي، بعدين زتوها بالصحراء وشعلوا النار فيها كمان. يعني ما عادت الركب؟ لا بتنركب، بس بدها أتحقق تصليح. ايه، شو حتساوي هلا؟ والله ما بعرف يا سوسن، والله ما بعرف. بس في واحد عرض علي يشتريها ب300,000 وهو بيصلحها بإيده لأنه عنده محل بالصناعة، ميكانيسيان هو يعني. ايه، وبعته اياها؟ طبعا لا. لك ليش؟ ولك شلون بدي بيعها ب300,000؟ شو نسيتي بقديش اشتريناها نحن؟ نسيتي أوان؟ لا ما نسيت، بس لما اشتريناها كان وضعها شكل وهلا وضعها شكل تاني. بقى وينك؟ بيعها ب300,000 ومنحط فوقهم 300,000 تانيات وبنشتري سيارة نص نص. هيك قولي؟ طبعا هيك قولي. ولك يبعث لي 20 سيارة يدعسوني دعس على هالحظ المسخم يلي إلي. العمى، لك ما هدي راسي من ساعة ما طبت رجلي على تراب هذا الوطن. الحبيب. مبروك وشوف على وشها خير سيدي. الله يبارك فيك ويعزك. والله الف مبروك. الله يبارك فيك. السلام السلام عليكم. تفضل المدام. يعني بعد السيارة اللي كانت عندي اركب هالطرطيرة السخيفة هي؟ ولا يهمك حبيبتي، هاي السيارة اشتريناها مؤقتا على بين ما رتب امور شغلي وشوف شو بده يزيد معنا مصاري، بعدين بشتري لك احسن منها وحياة عينك، تكرم عيونك. شو ما اشتريت لي؟ مثل السيارة اللي كانت عندي ما رح تشتري لي. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا. تفضل ادفعها الوصل وارجع لعندي. حاضر. شو هدول؟ مو معقول تكون نسيت، هدول ضريبة رفاهية. رفاهية شو؟ رفاهية السيارة اللي اشتريتها. لا اكيد حضرتك عم تمزح. ابدا ما عم امزح، هديك المرة مزحت معك شيء؟ لا. ودفعت الضريبة ولا ما دفعتها؟ دفعتها. عظيم، وهلا روح ادفع. إيه بس يا أستاذ، أنا لما دفعت أول ضريبة رفاهية كنت فعلا عم أترفه، بس هلا أنا ما عم أترفه، بالعكس أنا هلا عم أرجع لورا. اتفضل اطلع شوف السيارة حضرتك، شوف السيارة اللي اشتريتها، مهرهرة مهرهرة تماما. عم تحكي مزبوط، عم تحكي مزبوط، بس أنا ما بيطلع بإيدي شيء. التعليمات هيك، بدك تدفع ضريبة رفاهية تانية. إيه لا سيدي، ما رح أدفع ولا عاد بدي سجل السيارة، خليها مكتومة، وما بدي أدفع للحكومة. أعطيني الأوراق إذا بتريد، أعطيني إياهم خلصني، الله يرضى عليك. ايه تفضل. قال رفاهية قال، بس يمكن الحق علي، هن عم يرفهوني وأنا عم برفس النعمة. يا سوسن عجلي، خلصيني أوام رح تطير الطيارة. يلا يلا خلصت، جاية. يعني هلا خلص رح تسافروا؟ ايه والله يا أمي رح نسافر. إيه بس هيك رح نشتاق لكم. أمي بس تشتاقي لنا افتحي لنا تليفون فورا ببعت بجيبك لعنا. أمي الله يوفقكم ويفتحها بوشكم يا قادر يا كريم. يا مو اسمه رح تترك البلد وتسافر، شو رأيك تعطي مفتاح البيت لأخوك؟ ايه منه بدير باله عليه ومنه بتجوز فيه، شو رأيك أمي؟ ايه اخي الله يخليك، وانا وخطيبتي رح ندعي لك ليل نهار، ولك علي اذا حبيت ترجع على البلد اني سلمك البيت مثل ما استلمته ويمكن احسن. ليش ما دريتوا؟ بشو؟ بعت البيت. أصبح مناخد العفش. ليش ما دريتوا؟ بشو؟ بعت البيت بعفشه. الله يصلحك يا ابني، امتى راجعين على الشام مرة تانية؟
ليش ما دريتوا؟ بشو؟ مالنا جايين منوب، لازم ننفد بريشنا. والله يا ابو هاني انا ماني مصدق ابدا انك بدك تتركنا. يعني لولا هالقرار يلي قدامي هون على الطاوله بانفكاكك عن الشغل ما كنت صدقت على الاطلاق. لك يا زلمه عشرة عمر نحن وياك. لك يا سيدي هي حال الدنيا، يعني كل شيء له آخرة وما في شيء بدون، وعلى قولة المثل كل حال يزول وكل موظف معزول، ولو دامت لإنسان كانت دامت لهذا كسران وشروان. هلا قل لي كم سنه صار لك عنا هون بالشغل؟ 40 سنة. عم تحكي جد؟ ايه شو مفكر لكان انت؟ معقوله؟ يعني انت موظف قبل ما اولد انا؟ فظاعه على هالزمن. فعلا هذا اسمه زمن العجائب، لانه حضرتك ب5 سنين نطيت وصرت مدير عام، وانا صار لي عم اقدح 40 سنه وعم اخدم الناس ولساتني مكانك راوح، مع انه عدم المؤاخذه يعني مرتبتي الوظيفيه اعلى من مرتبتك. إيه بس انا ما قصرت بحقك ها؟ قسما بالله طلبت لك اكثر من مره مكافاه محرزه، لكن للاسف كان الكتاب يرجع دائما مع عدم الموافقه لعدم وجود مخصصات. ايه طبعا، لانه لامثالي ما في مخصصات، بس لامثالكم وعدم المؤاخذه مره تانية في مخصصات بيلتقى يعني. على كل حال يكتر خيرك وخيرهم، انا ما بدي مكافآت، انا عم قوم بواجبي، ولقمه الحلال لك بتصل اطيب وانظف، وعدم المؤاخذه مره ثالثه. لا 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 ولا يهمك، معك حق، بس انا جاي على بالي هلا كرمك ولو بكاسه شاي وجاتوي. يا ابو رامز، ابو رامز. مور استاذ. الله يرضى عليك، هلا بتنط مثل الطير الطاير، بتسناول لي كم قطعه جاتو وبتغلي لي ابريق شاي بتجيب لي اياه لهون، بدنا نكرم الاستاذ لانه لا ابو رامز ما بدي شيء، ما بدي شيء، لا تعب حالك، لا تعب حالك. ما بصير هيك يا ابو هاني، مشان سمعه المديريه. بس بدي اطلب منك خدمه. بعرف، مشان راتبك التقاعدي. لا مو مشان راتبي التقاعدي، لانه بعد 40 سنه خدمه ولما صرت عاطل عن العمل وتقديرا لجهودي وامتنانا من الدوله لخدماتي رح اقبض شهريا 2500 ليره. شو بدي احسن من هيك يا عمي؟ يعني لو صحت لجدي كان هرب من وش عزرائيل وما سلموا حاله موجودا ومات. لكن شو هي الخدمه يا ابو هاني؟ لا تخاف، شغلتي بسيطه كتير. قل لي شو هي؟ هذا يا سيدي أنا تارك بغرفتي، قصدي بالغرفة اللي كانت غرفتي، شقفتين زريعة عزيزات علي كتير، وبدي من أبو رامز يدير باله عليهم، يعني يسقيهم كل فترة وفترة لحتى ما يدبلوا. هي من ناحية، من ناحية تانية حتى تتذكروني بالخير. هي القصة. تكرم عيونك. ولو صدقني رح اجيبهم لعندي لهون على الغرفة حتى اعتني فيهم بنفسي كرمال خاطرك. يا ابو رامز، هلا بتروح على غرفة الاستاذ ابو هاني اللي صايد غرفة الاستاذ عباس، وبتجيب شقفتين الزريعة وبتحطهم عندي هون جنبي. وبركي ما رضي يعطيني اياهم الاستاذ عباس. شو هالحكي؟ بده يعطيك اياهم غصب عن راسه. قل له هدول طالبهم المدير العام شخصيا، شو من هلا بده يبلش يشفط؟ حاضر استاذ. مع انه بيني وبينك انا ما بحب الزريعه الخضراء ابو هاني، انا بحب شقفه البلاستيك. اسالني ليش؟ ليش بقى دام فضلك؟ اخي الزريعه البلاستيك لا بدها سقايه ولا بدها سماد، ولا قربها من الضوء ولا بعدها عن الشمس. ولا بتلحق الحشرات ولا بتدبل. بجوز، بس هي ما فيها روح. شلون يعني؟ يعني لا بتكبر ولا بتعطش ولا إلها ريحة ولا بتحاكيك ولا بتحاكيها. الله يسامحك يا ابو هاني. هلا من كل عقلك عم تحكي هالحكي. شو هي بني ادم؟ هاي زريعة سيدي، وين امرتم نحطها؟ حطهم هون جنبي. لا شو يحطون هون؟ بيصفروا هون وبيموتوا. لك وين بدنا نحطهم؟ هنيك جنب الشباك حتى يشوفوا نور وهواء. النكتة انه ما عندي غير هالمحل، شوفت عينك. إلا كان حطهم محل شقف البلاستيك. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت ابو هاني؟
الزريقة هاي اجتني هدية من الوزير ولازم اصمتها جنبي هون على طول. إيه والله ما حركها من مكانها لينخرب بيتي. مثل ما بدك. السلام عليكم. وين ابو هاني؟ شو السلام عليكم؟ وين رايح؟ لوين يعني؟ على البيت. كفاها الله. عوفت. والاحتفال اللي عاملينه مشانها؟ ايه سيدي، احتفل لحالك مع شقف البلاستيك تبعك. ام هاني، ام هاني، يا ام هاني. اهلين ابو هاني، شو جيت؟ لا والله ما اجيت، بدي نص ساعة لأجي. يوه انت الثاني شو بتحب التفتيش. جبت لك الأغراض كلياتهم اللي طلبتيهم. إيه بس ما تكون نسيت لي الكزبرة لا ما نسيتها، موجودة هي والبصل الأخضر. وصابون الغسالة جبتهم ولا نسيته؟ نسيته. ما في خواص إلا ما أنسى. ما نسيت شيء إلا الصابون، اعذريني، مو أحالوني على التقاعد، خرفت. لا سلامتك، شو هالحكي اللي بلا طعمه؟ بعدين شو صار؟ ما صار شيء، مالي مستعجلة عليه، بكرة بتجيب لي دواء الغسيل. بس اللي ملاحظته انه الزريعة ما بتنساها ابدا، كأنه اخذ شقفة من عقلك. اي والله يا أم هاني، أنا بحب الزريعة كتير. ايه على عيني. ايه بس ما عاد في محل بالصالون، مشان الله مشان الله حاجة تشتري وتزق، لك الزايد اخو الناقص. ولا يهمك أم هاني، هالشقفة هي بالذات بدي احطها على البلكون، بقى عاملين لنا دولة قهوة والحقيني على البلكون إذا بتريدي. ما بدي انا اشرب قهوة، بدي لحق اطبخ. بتطبخي بعدين، شوفي وراكي، لا عندك لا ولد ينق ولا تلد يسق. البنات جوزناهن الله يسعدهم، وابننا هاني مسافر بالخليج، وانا مثل ما بتعرفيني ادمي واخر شي بفكر فيه هو بطني. بقى لازم نتمتع بهالكم يوم الباقيين من حياتنا، لازم. تكرم عينك، امرك على راسي. لا العفو يا ستي، ويا تاج راسي انتي. الله يرضى عليكي، روحي ساوي لنا فنجانين قهوه هيك حتى نشربهم على رواق. ايه تكرم عينك. الله يكرمك. يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الورد قالوا عنه الورد يا جماله، رسول العشاق بإيد المشتاق. يسلم لي هالصوت الحلو، ان شاء الله ما اعدمه يا حق. ولك راحت علينا أم هاني، صوتي عم يشحط تشحيط والخنة كترانة عندي، ما كنت هيك قبل ما يحيلوني على التقاعد. ايه حاجتك حكي بلا طعمه. ايه والله كل مالك عم تجوهر وما في منك. يعني أدائي ما تقاعس ورجع لورا؟ بشو؟ بشو يعني؟ بالغنى. ايه لا ما تقاعس ولا صار له شيء. بس انا السؤال اللي بدي اسالك اياه هو التالي، هلا انت بدك تضل قاعد هيك بالبيت؟ شو بدي أحلى من هيك قاعدة يعني؟ أم هاني قدامي والنباتات على يميني وعلى شمالي. يعني انا سعري بسعر الزريعه؟ لا ولو فشرت، أنت أحلى وردة بحياتي يا امتثال. ايه حاجه تبربك علي حاجه. وليش لحتى بربك عليكي؟ ليش في إلي غيرك أنا بهذه الحياة؟ الله يطول بعمرك ويخلي لي اياك الهي. بتعرفي يا أم هاني، جاي على بالي دق على الجيران يلي بالأبو واطلب منهم يعطوني شي عرق من الدالية يلي عندهم. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو نسيت انه جارنا ابو حسان بخيل وما بداوي اصبعت مجروح؟ لكن ما في غير اني ازرع هون على الرصيف الترابي يلي قدامنا كم شجرة. والله حرام يكون هالرصيف فاضي والله. ها اجا عمر. يعطيك العافية جدو. يعطيك العافية تيتي. اهلين عمار. اهلين جدو. طلع جدو لقلك طلع. لا معلش جدو، غير مرة مستعجل شوي. لوين مستعجل يعني؟ يعني مشتهي يشوفك مرة واحدة وانت مالك مستعجل. لك شو هالجيل هاد يا أم هاني؟ تقولي معجون عجن بمية عفريت. معلش جدو غير مرة. تيتي بتسلم عليكي امي وبتقلك تعالي عنا المسا ضروري، وانا بمرق حوالي الساعة 8 باخدك، اتفقنا؟ اتفقنا تقبرني، ماشي الحال.
يلا السلام عليكم. عمر وينك؟ امور جدو. بكره مرق لعندي، بدي اياك ضروري كتير. ايمت يعني؟ يعني حوالي الساعة 9. ايه؟ وجيب السيارة معك، هذا إذا ما كان عندك شغل. ولو جدو فضي حالك كرمالي، فضي حالي كرمالك. لوين بدك تاخده للصبي من على بكرة الصبح؟ بكره بتعرفي مشوار ضروري كتير، لا تنسى ها، الساعة 9، لا تجيني الساعة 11 بزعل منك. حاضر جدو، بس لوين مشوارك؟ بكره بتعرف. على عيني جدو، يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني، مع السلامة، سلم لي على أمك ها. مع السلامة يا جدو، عينك على حالك. لوين بدك تاخده العمر؟ شغلة صغيرة مو محرزة. يا وردي مين يشتريك وللحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والغزل يا وردي. عمر الله يرضى عليك، اطلع لفوق جيب لي المحفار وسط المي، اوام سرعه. يعطيك العافية أبو هاني. الله يعافيكي. عم قول لحالي وين رحت أنت وعمر من صباحية ربنا؟ منين جبت هالغرسات؟ من المشتل الزراعي من عند ابو البشر. وقديش حطيت حقهم أبو هاني؟ مو غاليين لا تخافي. يعني قديش؟ هلا فوتي وجهزي لنا الفطور، عمر بده يفطر عنا اليوم. ولا شو رايك يا عمر؟ ولو يا جدو قط ما بيهرب من عرس. شو رايك جدو؟ قول. عم تجيني عروض زواج، بتجوز ولا ما اتجوز؟ والله اذا تجوزت مصيبه، واذا ما تجوزت كمان مصيبه. طيب انت بشو بتنصحني؟ لك تجوز وخلص من هالهم بقى. بس والله يا جدو خايف من مناقرة النسوان. لا تغلط، ما في احلى من مناقرة النسوان، خاصة اذا كان وحدة بتحبك وبتحبها. واسمع مني هالنصيحة يا عمر، المرة لا تعاندها، سايرها على طول الخط، قلها ايه واعملي اللي بدك اياه. الله يرضى عليك، ظبط الترابيت حواليها. ايوه يا سلام، لك يسلم لي هالطول. شايف ما احلاها يا عمر؟ شايف هلا منظر الشارع كلياته بده يتغير. لك ما في احلى من العرق الاخضر يا عمر، واللي بيكره الخضار بيكره الحياة. خلصتوا ولا لسه؟ اطلعوا افطروا قبل ما يبرد الشاي ها. شو رايك بهالمنظر يا ام هاني؟ بياخذوا العقل، ايه بجننوا. تفضل جدو، نرجع منكمل بعدين. لا جدو خليني اروح، انا مستعجل. لك امشي هلا، دائما بيقول لي مستعجل. اطلع قدامي. ام هاني، يا ام هاني، اعطيني الراديو بسرعه الله يرضى عليكي، صار وقت نشرة الاخبار. هلا كل ما بدك شي بدك تنادي لي. ما بقدر اترك شغلي يا ابو هاني، الشغل لفوق راسي. وانا الثاني ما بقدر اترك البلكون كمان. وليش بقى من غير شر؟ عم احرس الشجرات. هلا ان شاء الله بدك تضل طول النهار عم تحرس لي هالشجرات. شو بدي ساوي يا ام هاني؟ ما في قدامي غير هيك. يا حبيبي بس هالشغله طويله. هلا اعطيني الراديو لقلك ولا تتعطلي عن شغلك انت. لك شو هاد انت وياه؟ يلا روحوا العبوا ببيوتكم، العمى بقلبكم رح تكسروا لي الشجرات. بدنا نلعب، شو يعني؟ روحوا العبوا بعيد، ما لقيتوا تلعبوا الا هون؟ روحوا لاقوا لكم شي ملعب او شي ساحه والعبوا فيها. ما في عنا بالحاره لا ملعب ولا ساحه ولا جنينه. وضروري تلعبوا هون بين الشجرات، رح تكسروا لي اياهم. شو بالظاهر بالمدرسه ما علموكم كيف تحافظوا على الشجر؟
بمدرستنا كلها ما فيها ولا شجرة. بس علمونا بالمدرسة نرسم الشجرة على دفتر الرسم. الله يعطيهم العافيه والله. المهم بعد انت وياه من هون ما بدي اشوفكم بهالنواحي ابدا، فهمت ولا ما فهمت؟ يلا. ابو هاني الله يرضى عليك، قنينة الغاز فضيت، فوت ركب لي وحدة جديدة. لا حول ولا قوة الا بالله، ما لقيت تفضى الا هلا. عدي احرسي الشجرات على بين ما اجي. يا سلام عليك، يعني شو شايفني انا فاضية لحتى احرس لك شجراتك؟ طول بالك طول بالك، شو صاير بالدنيا؟ شبك ملهواج؟ ماني ملهوج، شعلي الغاز اشوف. ما عم يشعل. شلون ما عم يشعل انت الثانية؟ شو الغاز عاطل يعني؟ فصاعة وصل الغش للغاز؟ غاز شو حاطيني ترى؟ ما شاء الله حولك وحواليك، فكيت القنينة القديمة ورجعت ركبتها. لا حول ولا قوة الا بالله، والله خيلتيني اليوم بقصة الغاز تبعك انت. انت اللي خايل حالك، انا شو دخلني؟ هيك ها؟ قلت لحالي مو معقولة يغشوا الغاز، الغاز من عند الدولة والدولة ما بتغش. العمى ناقصين شجرة، ناقصين وحدة، امسكي لقلك. لك خير شبك، ليش حايص ولايص؟ بعدين بتعرفي، بعدين بقول لك هلا. لك خير شبك، ليش راكد؟ مرحبا يا اخ، يا اخ. اهلا. دخيلك شفت لي واحد حامل شجرة على ظهره؟ حامل شجرة؟ الله يثبت علينا العقل والدين. لك مو شجرة كبيرة انت الثاني، شجرة صغيرة زرعتها بايدي هون انا. لا والله ما شفت حدا. اخ اخ لو كنت شايفه بس. لا حول ولا قوة الا بالله. لك الله يشلع رقبته شلع يلي شلع هالشجرة. ليش رايحة شجرة؟ ايه نعم يا ستي رايحة شجرة يا امهاني، ان شاء الله تروح روح يلي شلعها ما اغلظه، ولك العمى للحالة، ايه ما صار لي ساعة زرعها لسه، اوام لحقوا يشلعوها. اخ بس لو عرفت مين اللي عمل هالعملة، والله لو وقع بايدي كنت دقيت بخوانيقه والله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الو مرحبا بابا، شلونك سناء؟ بعدين بابا بعدين بنجي لعندكم، وينه عمر؟ نادي لي بسرعة الله يرضى عليكي. الو مرحبا جدو. اسمع عمر اسمع، من 5 دقايق سرقوا لي شجرة. لا ما عرفت مين، كنت عم ركب قنينة الغاز ويا دوب غبت 5 دقايق كانت شجرة مسروقة. بقى الله يرضى عليك، انت صاحب اختراعات ونهفات، بقى بدي منك تلاقي لي شي طريقة هيك حتى اشعر انه في حدا عم يقرب ناحية الشجرات. لا شو تجيب لي كلب؟ ناقصنا تعواية طول الليل؟ عمر انت صفون جده والا ما تلاقي طريقة. ايه وين اختراعاتك؟ طيب انا عم انطرك على البلكون وما راح اتزحزح الا لتجي، ماشي؟ الله معك حبيبي، مع السلامة. ليش سكرت؟ ما قلت لك بدي احكي مع بنتي؟ وما لقيتي تحكي معها غير هلا؟ بالنهار القصير بتحكي معها 50 مرة. ايه جدو، فوت انت هلا على الصالون وانتبه لللمبه والجرس. انا رح حرك الشجره من تحت كانه بدي العب، وعندك لازم رن الجرس واللمبه تشعل وتطفي. يلا جدو، وراح جرب لك كل الشجرات. يلا يلا جدو، يلا فايت. ليش
ليش هيك صاير صوت الجرس ابو هاني؟ لك مو جرسنا هاد يا ام هاني، يو لكن جرس مين؟ هذا جرس ركبه عمر مشان ينبهني اذا حدا بده يشد الغرسات يلي على الرصيف تحت. ما شاء الله حولك، تقول رح يسرقوا لنا خزنة مصاري. سامعة؟ هذا هو جرسنا. شو جدو ان شاء الله اشتغل جهاز الانذار. ايه الله يعطيك العافية. هيك ها هلا صار الواحد يقدر يتحرك بالبيت مثل ما بده، واذا حدا دقر شي شجرة فورا الجرس رح يشتغل ورح يعطي انذار. انذار انذار. شلون تيتي؟ عجبك هالاختراع؟ الله يرضى عليك تقبرني، على القليلة ريحته لجدك من قعدة البلكون طول النهار. ايه الحمد لله. تصور يا ام هاني اذا القطة بمجرد ما انحست بالغرسة يلي تحت بلش الجهاز يشتغل ويعطي انذار. تصوري بقى. عمر انت لعنة مكبرتي وبلوة مصبرة ابدا. عمر لمين بده يطلع يعني غير لجده؟ بدك شي تيتي؟ لا تقبرني سلامتك، بس عود اشرب لك كاسة شاي. لا معلش تيتي مستعجل شوي، يلا خاطرك. الله معك تقبرني، سلم على امك. حشرة بتمشي وبتزحف وبتطير وبتاكل الأخضر واليابس وبتنط. شو هي يا ترى؟ ليش ما عم ترد علي؟ الحمام سخن، قوم اعمل دوش. طولي بالك شوي، طولي بالك. حشرة بتمشي وبتنط وبتزحف وبتطير وبتاكل الأخضر واليابس. يا والله ما عم تزبط. دود قز يعني؟ مو دود قز، لأنه لازم يكون فيها حرف راء. يو هي جرادة. برافو عليك يا امتثال. جرادة. إنه شلون ما عرفت؟ خلصني هلا، قوم الحمام سخن. شلون بدي اترك الشجرات انت الثانية؟ على اساس ركبت لي جرس انذار. ايوه معك حق. اي والله نسيت. يلا ماشي الحال. واديني صابر مهما هدرني وان شاء في اخضع لك دي لك دي ما بدك تتحرك، ما هيك؟ يخرب بيتك شو ابن حرام، يخرب بيتك شو ابن حرام. انا بأرجيك. انت هنيك طلع فيني هون. انت نعم. شو بدك انت الثاني؟ انا الثاني. يخرب بيت قلبك على هالملافظ البشعه، انه ما لقيت غير هالشجره الصغيره حتى تضرب حمارك فيها يا اخي. لا والله ما لقيت. شو بدي ساوي لك يعني؟ عندك شي كرباج او قضيب او خيزراني مشي حالي فيهم؟ لك شو شايفني انا؟ فاتح دكان بالعصرونيه ولا قاعد ببستان؟ لا والمصيبه انه هالشحش هاد اشتريته الجمعه الماضيه وانغشيت فيه بعيد عنك، وكل ما اخذته مشوار بيحرم بالطريق وبيتجحشن وبيتمترس بارضه. اي الله وكيلك صرت كاسر 5 حصي على قفاه. ولك مو حرام عليك تقلع هالشجره الصغيره وتضربه فيها؟ لك مو حرام عليك؟ ايه شو ساوي لك يعني؟ اضطريت والضروره إلها احكام. وعم تمثل كمان؟ اخي الحمار بعيد عنك ما بيجي غير بالضرب، اما يا روحي ويا حبيبي ويا حياتي هالكلام ما بينقال غير لنسواننا. ولك دي ولك دي لك دي. شايف شلون طار مثل مرسيدس؟ لكن عمي لكن. والله ما بعرف مين يلي لازمه ضرب فيكم. شو قلت استاذ؟ مالتشي. روح ايه رايح. فوت يا ابو هاني لجوا، فوت لجوا، والله مو حلو منظرك هيك على البلكون. فوت تقبرني هلا بتاخذ برد. لك شو هالناس هي ام هاني؟ والله شي بيحط العقل بالكف. معلش طول بالك. شبك ابو هاني؟ ليش ما عم تاكل منيح؟ مالي نفس يا امتثال، صدت قابليتي. ايه طول بالك، الشغله كلها مو حرزانه. صدقيني أنا مالي زعلان على شجرتين اللي راحوا، زعلان على هالناس. إنه إمتى بدنا نصير خلق وعالم؟ ما بعرف. خير شو هاد؟ شو هالزمير هاد؟
شو نسيت يا ابو هاني؟ هدول الحجاج بلشوا يرجعوا بالسلامه. ايه، الله يطعمنا الحجة لبيت الله الحرام ولا يحرمنا اياها يا حق. امين. عقبال عندي وعندك الهي. الو. اهلين. ايه موجود. لحظه. هذا رفيقك ابو سليم بده اياك. الو، اهلين ابو سليم. لا والله ما عم بطلع منوب. انو ساعة انتم بدكم تنزلوا على القهوة؟ كتير حلو، حاكم صار لي زمان ما شفتون. ايه قلتك بنتسلى. ماشي الحال، الساعة 6 بكون بالقهوة. ايه، الله معك. هيك ها، اتحرك لك شوي، روح شوف رفقاتك وتسلى معهم. والشجرات؟ لا تخاف عليهم، ما رح خلي لك الطير الطاير يقرب عليهم. قوم انت هلا ارتاح ونام مشان تفيق على الساعة 6. ماشي الحال وهو كذلك. يا الله. امتثال، امتثال. نعم. بدك شيء قبل ما امشي؟ انا رايح. لا سلامتك تقبرني، بس لا تتأخر. لا ما راح اتاخر، وانت الله يرضى عليكي كمان ديري بالك على الشجرات بغيابي منيحه. لا تخاف، ما حدا رح يدقرهم، بس انت تيسر هلا. الله يرضى عليكي، خاطرك. الله معك. انزل. وقف وقف وقف، ولا تمد ايدك على الشجر. وقف. خير شو في؟ ولك اخي شو عم تساوي انت وياه؟ ليش عم تقلعوا الشجر؟ اخي الولد جاي من الحج بعد بكره عبال عندك، ولازم نعمل له شويه اقواس نصر ونزين له اياهم بشويه شجر. شو محرر فلسطين هو ولا محرر القدس؟ الزلمه راح على الحج بالطياره ورجع بالطياره. ابي راح بالباص. ولكن ان شاء الله يروح على الجمل. ضروري تكسروا الشجر وتقطعوه انتو؟ وليش متضايق؟ هيك جرت العاده. ولك انو عادي هي، انو عادي؟ هذا بدل ما تزرعوا لكم كم شجره وتكسبوا ثوابهم، جايين عم تقطعوا شجر. اخي اعطيه شجرته وخلصنا من باجوقه، مو فاضيين عليك الفاضي. شو ابو هاني؟ بطلت تروح على القهوة؟ انو قهوه هي؟ قسما بالله ما عاد لي نفس. اهلين اخي ابو سليم. اي لحظة. هذا رفيقك ابو سليم، عم يسأل ليش لهلا ما جيت على القهوة. ليلو مالي قدران، تعبان شوي. ايه اخي ابو سليم، قال والله ماله قدران، تعبان. ايه الله يسلمك، مع السلامة. انتوا زاتين الشحاطه لعندي على الابو؟ ليش نحن عنا اولاد صغار بالاول؟ بعدين ايمتى كنا نرمي لعندكم شيء؟ نحن بعمرنا ما عملناها يا جار. لكان مين زاتتها؟ قل لي فهمني. شو بيعرفني انا يا حبيبي؟ يا بيت ابو نعيم، يا قليلين الفهم، لك ردوا علي. خير ابو هاني، مسكي شو صاير مسكي. برا؟ هذا جارنا التحتاني طالع خلقه على جارنا الفوقاني. خير وليش بقى؟ قال بيت ابو نعيم زاتين لعنده شحاطه بلاستيك. ولكن زين لورجيكي قليل الضمير. ولك انت قليل الضمير ووجدان كمان. ولكن زين يا جبان زين. راح انزل وكسر راسك كمان، فهمتوا لا؟ ولك انتوا نور مو بشر. ولك ما في غيركم نور ومشرشحين بالبنايه، استنى علي والله انزل ورجيك قيمتك. طولوا بالكم طولوا بالكم يا جماعه، شو صاير لكم؟ امتثال يا امتثال، انا نازل فكم، العمى شو قليلين عقل هالجيران.
دير بالك على حالك تقبرني. لك اولادك عملوا لي الابو مزبله، يوم يزتوا شحاطه، يوم مقشه، يوم صحن سجاير، انعم على هالتربايه. لك شو عرفك انه اولادي؟ إيه طبعا اولادك لانه قليلين تربايه مثلك. انا قليل تربايه ولا استنى علي طول بالك انت ومرتك لاولادك. على مهلك طولوا بالكم يا جماعه. شو صار بالدنيا ولك بدي اعلمك كيف تحترم هساتك يا حقير. والله لكسر راسك يا الفاسع. ليش عم تعملوا؟ شو بدكم بالشجرات يا اخي؟ لك يا اخي شو بدكم بالشجرات؟ لك ليش هيك عم تعملوا يا اخي؟ الله يكسر ايديكم على العمله. لك شو هاد؟ يكسر ايديكم ورجليكم مثل ما كسرتوا الشجرات الهي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شبنا ابو هاني؟ روق والله الشغله مو حرزانه. بتعرف يا امتثال، يا ريت هالشجر كان له ايدين ورجلين حتى يهرب منا لما بدنا نعتدي عليه او يقدر يدافع عن نفسه. فعلا تقبرني. اطلع اشرب قهوتك برا على البلكون، وبس تخلصها نزل مي واسقي هالشجره، إلك اسبوع ما سقيتها. يا امتثال، الشجر بيتحمل عطش وحر وبرد، بس ما بيتحمل اذى البني ادم، ما بيتحملوا منوب يا امتثال. لك وقف يا ابو ضاي، لك وقف، وين طاحش؟ لك ما لقيت تصف الا هون؟ لك على مهلك دعست الشجره، الله يعطيك عافيه. لك شبك ليش عم تعيط؟ لك ما حسيت على حالك شو سويت؟ وشو سويت يعني؟ ولك طلعت على التراب وكسرت الشجره المسكينه. هلا بشان هيك زعلان؟ كل فكري اني فعست لي شي شغله محرزه. يعني ما بصير تصف سيارتك الا هون؟ نعم، شو تفضلت؟ بدك ياني حطها على الطريق ولك هي بي ام حقها 10 ملايين ليره. شو هالناس يا؟ طلع مهنا طلع لك. معك حق، سيارتك أهم من البشر وأهم من الشجر. أبو هاني، أبو هاني، أبو هاني رد علي. شو بدك مني؟ الله يرضى عليك، افتح الباب لحتى حاكيك. اتركيني مهاني شوي، ضايق أخلاقي. لك تقبرني، الشغلة مو محرزة لحتى تحبس حالك. ولك مشان الله اتركيني، شو ما عم تفهمي علي انت؟ مرحبا تيتي. أهلين تقبرني، ليش تأخرت؟ هلا بتعرف وين جدو؟ صار له 3 أيام لا عم يطلع ولا عم يفوتوا، اليوم حابس حاله بالغرفة. طيب عن اذنك. جدو انا عمر، افتح لي، في لك عندي مفاجأة. مفاجأة؟ وشو المفاجأة بقى؟ جدو افتح وما بتكون الا مبسوط. شو هالمفاجأة بقى؟ خلصني الله يرضى عليك، مالي قدران اخذ واعطي مع حدا، ضايق اخلاقي كثير اليوم. جدو انت مو حابب تنبسط؟ لك هلا شو بدك مني انبسطت وما انبسط؟ خلص تعمل. شو بدك؟ شو رايك بهالمنظر جدو؟ مين سرحهم؟ انا. ما عجبوك؟ شلون ما عجبوني؟ لك يسلم لي هالوش الحلو يا جدو، فعلا هذا ابن حلال، ابن حلال عمر.
لكن الله يرضى عليه إلهي. نازل قصيون انا، اعطوني الرشاشه. وين الرشاشه؟ انا بدور عليها. الرشاشه وينها؟ زهرة الفلة فتحت والله، زهرة الفلة فتحت والله، وانت يا حبيبي احرسك الله. زهرة الفلة فتحت والله، وانت يا حبيبي يحرسك الله. زهرة الفلة فتحت والله، وانت يا حبيبي يحرسك الله. ترم تم.